السلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. هنايا راح نحضر معكم وصفه نتاع لي كيش ساهلين ماهلين وزيد بالسلق، يعني وجبه غنيه وبدون لحوم. ان شاء الله تعجبكم. تقطع كميه لا باس بها وسريعه في الطهي. هنايا نروحوا مع الوصفه. هنايا نحتاجو زوز كيسان فرينه. انا استعملت هنايا الخلاط، ويمكن تستعملوا اليد، مش لي يعني تتحضر حتى بالايد، مش لي لازم عليك الخلاط. هنا عندي خياتي زوز كيسان فرينه ومغرف خميره الحلويات مغرف صغيره ونص كاس زيت. هياتي حطيتهم في الخلاط وبسستهم مع بعضهم. هنا عندي حبه بيض، وهنايا على حسب حبة البيض، يمكن حبة البيض وحدة تجمل لك العجينة نتاعك اذا كانت كبيرة. انا هنا كانت كبيرة فزدت غير ربع ذاك الكاس تاع الماء. وردوا بالكم كي تعودي تزيدي في الماء زيدي غير بشوي بشوي باش ما تغلبكش العجينة. اذا كانت حبة البيض صغيرة فراه يدي الماء اكثر، اذا كانت حبة البيض كبيرة يدي اقل، وعلى حسب الفارينة كاينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. هنايا البنات بعد ما خلطتها عاودت حطيتها في كيس بلاستيكي ولا كيس غذائي وخليتها ترتاح حوالي واحد 10 دقائق. وهنايا رحت نحضر في الحشو نتاعي. هنايا درت كميه من الزيت، حطيت حبه بصل كبيره قطعتها مربعات، ما رحيتهاش، غير قطعتها بالسكين. وهنايا عندي السلق اللي قطعته وغسلته مليح 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 مليح، يعني كمية ثانية هو لا بأس بها، وحطيتهم يتقلوا مع بعضهم. هنا خياتي كما راكم تشوفوا انا ما ضفتش الملح لانه اصلا السلق مالح. درت شويه راس الحانوت، وكان عندي شويه تاع توابل الدجاج يعني للبنه فقط، درتهم. هنايا عندي 2 سنينات ثوم درتهم. خياتي هنا نخلوه يتقلى حتى يشرب الماء نتاعو، ما يخليش الماء هذاك في الكسرونه نتاعنا. وهنايا زدت بطاطا سردين، يعني واحد البنه ما شاء الله. يجي روعه روعه، ان شاء الله تجربوه. هنا خياتي عاود زدت كميه قليله حبه بطاطا ولا اقل فقط. هنايا درت زدت الجبن وقطعته حتى هو، ودرت مغرف ياورت ناتوريل، ياورت طبيعي. درت غير مغرف باش الحشوه نتاعي ما تجينيش ناشفه وتجي بنينه في نفس الوقت. هنايا ثاني استعملت 2 حبات بيض، خلطتهم مع الحشوه نتاعي مليح مليح، وعاودت رحت للعجينه نتاعي. هاي العجينه نتاعي حليتها مليح ورققتها مليح، خليتها بواحد السمك نتاع 3 ملي هكذاك، ما درتها خشينه ما درتها رقيقه. هنايا بعد ما حليتها درتها في ليمون تاعي وعمرت الحشو نتاعي. هنايا البنات خرجت لي هاد المول وربعة صغار تاع لي كيش هذوكا، يعني كمية لا بأس بها. سيرتو وصفة سهلة في دقائق معدودة تحضريها. دخلتها الفرن على درجة 180 درجة قريب واحد 20 دقيقة طابت لي. وهنايا في الاخير عاود زينتها بشوية جبن مبروش. شوف خياتي جات بنينة 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 روعة مع داك السردين. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. شاهدكم في الجنة ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه. الى اللقاء.